ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات لحد النهارده. ربنا يجعلكم دايما نعمة في حياتي. بس قبل ما نخش على الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي الله. وتعالى اقول لكم احنا بنعمله ايه. احنا بنعمله طريقة حلوة جدا 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 تعتمديها في رمضان، وحاجة حلوة جدا تنفع في العزومات والمناسبات. وفي شهر رمضان الكريم ينعاد عليكم الأيام بخير. خلاص هو هل علينا اهوت. تعتمديها بقى في رمضان. أنا بعمل هنا عزيزية. طريقة العزيزية بأبسط المكونات وأسهل طريقة. أنا هنا الأول كنت جايبة المكرونة وسلقتها قدامكم، وبعد كده صفيتها وحطيتها في الخلاط، وبعد كده حطيت عليها نص كيلو من اللبن في الخلاط، وضربت اللبن مع المكرونة في قلب الخلاط زي ما شفتوا كده في أول الفيديو. صلوا على النبي ومتقعديش ساكتة انت وهي. وبعد كده حبايبي جبت كيلو من اللبن، حطيته على النار وسخنته، يعني ما سخنتهوش لدرجة الغليان، سخنته بس. وبعد كده حبايبي جبت الخليط اللي انا عملته في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت على اللبن السخن وقلبت كله مع بعضه. حطيت الخليط وقلبت مع اللبن السخن، وتنيت نقلب فيهم لحد الاتنين اتجانسوا مع بعض. وحطيت عليهم كوباية من السكر. عايزه تقللي من السكر قللي، ما انتش عايزه تحطي السكر براحتك، بس انا حطيت كوبايه من السكر وباكت من الفانيليا. عايزه تحطي فانيليا سايله حطي، عايزه تحطي فانيليا بودره زي ما انا حاطه كده حطي. صلي على النبي ومتقعديش ساكته انت وهي. وبعد ما كله اتجانس مع بعضه حسيت الخليط تقيل شويه، رحت نازله عليه بكوبايه من النشا. كوبايه من النشا يعني 4 معالق كبار هرمية. قلبتها في شوية مية، ورحت نازلة على الخليط بتاعنا اللي على النار، اللي هو اللبن والمكرونة والفانيليا والسكر. وتنيت بقى نقلب لحد ما القوام اتمسك معانا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، وتقول معانا جدا جدا جدا. بس انا ما رفعتهوش من على النار على طول، خليته يمكن 5 دقايق لحد ما تلاقي البقبقة كده طلعت كده على وش اللبن، وتحس ان كله الخليط اتجانس مع بعض زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بص البقبقة اللي هي جميلة جدا. صلوا على النبي وتقعدي ساكتة انت وهي. لو عندك بقى يا حبايبي معلقة قشطة او معلقة كريم شانتيه، دي بتودي العزيزية في مكان تاني خالص. والله لو والله الطعم كان روعة بسبب معلقة القشطة اللي انا حطيتها دي. معلقة القشطة من اللي هي وش اللبن لو انتي بتطلعي منه قشطة، حطيه على على العزيزية كده وانتي بتقلبيها. بجد بتودي الطعم في حتة تانية خالص خالص خالص. صلوا على النبي وما تقعديش ساكتة انت وهي. جبت بقى هنا صينية يا حبايبي. هنا كان زيزو بيعمل لكم، متنسوش اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا للقناة. جبت صينية هنا بقى حبايبي ودهنتها سمنة من تحت، وبعد كده نزلت عليها الخليط كله اللي انا كنت عاملاه معاكم على النار، اللي هي العزيزية بأقل مكونات وطريقة سهلة جدا. وما تصعبيش على نفسك الامور، وبجد انت هتاكلي عزيزية زي بتاعة المحلات بالظبط، وزي ما بتشتريها من بره بالظبط. هنا بقى نزلت الخليط كله في الصينية، وبعد كده هزيتها هزتين، بعد كده جيت خبطتها خبطتين كده على الرخامة زي ما انتوا شايفين عشان كلها تتساوى مع بعضها. وكنت بقى مسيحة حتة قشطة مع حتة سمنة، ما عملتهاش بسمنة كلها. عايزة تعمليها من فوق الوش كده بسمنة كلها اعمليها، بس انا خليتها تبرد ربع ساعة. يعني لازم تخليها تبرد ربع ساعة و10 دقايق لحد ما تلاقي الوش بتاعها كرمش كده معاكي. وعشان لما تيجي تحطي السمنة او القشطة وتفرديها عليها تعرفي تفرديهم ايه عليها. انا كنت عامله بقى السمنه على قشطه حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، وفردتها على وش الصينيه. لما الوش بتاعنا جمد كده معانا وكرمش، رحت فردة السمنه على القشطه بجد طعمها كان تحفه، كان تحفه تحفه تحفه. هنا بقى كنت بوريكم السمنه والقشطه اللي انا كنت عاملاهم مع بعض، ودهنت بيها وش الصينيه اهيت ودخلتها الفرن. وده كان منظرها يا حبايبي بعد ما طلعناها من الفرن. بجد كانت روعه جدا. انا كنت فاتحه الشوايه بس ما فتحتش الفرن، كنت فاتحه الشوايه عليها بس ما فتحتش الفرن خالص.
لحد ما اخدت اللون ده وطلعت. يعني سبتها على الرخامة نص ساعة. مفروض بقى كنت ادخلها التلاجة واطلعها عشان تتمسك اكتر واكتر. بس بيني وبينكم والله العظيم اقسم بالله ان اول مرة كنت اعملها وكنت عايزة اشوف النتيجة. بصي بفروغ الصبر خليتها نص ساعة تستريح، وبعد كده ما قدرتش بقى، رحت مقطعاها معاكم زي ما انتوا شايفين كده. هي برضو كانت متماسكة بس كانت عايزة تنشف في قلب التلاجة شوية، بس كان طعمها روعة روعة روعة. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي متنسونوش في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم